وايه يمنعنا نحقق كل احلامنا؟ ومهما نشوف مفيش حاجة تعطلنا، ولسه العمر قدامنا وراح نوصل، وكل اللي احنا عايزينه في يوم يحصل. نمد الايد لناس غيرنا عشان نقدر، ونتعاون في حب الخير عشان يكتر، ونروي املنا بطموحنا وراح يطرح جناين ورد بيه. اهلا بيكم ابطال تانية اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب نكون بخير. معاكم مستر ابراهيم حسني، مدرس التاريخ والدراسات الاجتماعيه. عارف ان احنا في حاله توتر وقلق، وده عادي ان احنا في ايام امتحانات، بس باذن الله بنهايه حلقه النهارده الامتحان هيكون في جيبك. نبدا بسم الله وكوبايه الشاي والنوت بتاعنا الجميل عشان ندون اي حاجه جديده علينا، ويلا بينا. حبايبي ابطال تانية اعدادي، احنا في مراجعه النهارده هنتكلم على ايه؟ اقدر اقول لك يا حبيب قلبي من جوه ان احنا النهارده هنتكلم عن منهج يعتبر كله. هنشرح اهم الاسئله الموجوده في المنهج ونربطها ببعض، هنفهم الخريطه والمنهج كله باذن الله، في النهايه هيكون في جبنا. يلا نبدا بسم الله. اول سؤال ممكن يواجهني في الامتحان هو الخريطه. طيب يا مستر، الخريطه هتعرف الموقع وهتعرف المكان ده اهميته ايه؟ طيب اول حاجه بيقول لك البحر. البحر ايه؟ فين البحر ده؟ فين رقم واحد؟ رقم واحد في الوسط. وسط مين؟ وسط قارات العالم القديم، اسيا واوروبا وافريقيا. يبقى من غير تفكير بحر موجود وسط قارات العالم القديم، ساهم في وجود الاتصال، يبقى اسمه البحر المتوسط، وانتقال للهجرة الغير شرعية للقارة الأوروبية لكل من اليونان وإيطاليا. يبقى بحر مين أول واحد؟ المتوسط. طب رقم 2 دائرة عرض رأسية. أنا اتفقت إن دوائر العرض اللي اتكلمت عليها في منهجي 3 دوائر عرض رأسية. فأقصى الجنوب هلاقي عندي استواء. طب في الجهة الجنوبية عند الهند في آسيا كده هلاقي عندي مين؟ مدار السرطان. طب أقصى الشمال هلاقي عندي دائرة قطبية شمالية. طب دي موجودة فين؟ موجودة أقصى شمال آسيا وأوروبا. يبقى دي هنا بتشترك آسيا وأوروبا في الدائرة القطبية كإيه؟ الشمالية. طب نيجي لسؤالنا، دائرة عرض رأسية في الجهة مين؟ الجنوب. يبقى مين من غير تفكير؟ يلا الاستواء، دائرة الاستواء. طب ثاني دول العالم من حيث عدد السكان، الثانية من عدد السكان. هو أنا الأولى مين؟ الأولى عندي هندية، الأولى هند. طب الثانية صينية، يبقى الثانية الصين. طيب يا مستر، السؤال الرابع، من أكثر الدول الأوروبية استقبالا للمهاجرين غير الشرعيين. دولة هنا كده تستقبل المهاجرين الغير شرعيين، جنب مين؟ جنب تركيا. تبقى دولة مين؟ دولة اليونان. طب لو كان جاب لي اللي تحت دي، القرنين اللي طالع منها قرنين دي، تبقى إيطاليا. طب دولة ينخفض بها نصيب الفرد من المياه العذبة، لسه حللها لك وكاتبها لك هنا رقم 5، وهي دولة مين؟ الهند، اللي هي تعتبر الأولى في الإيه؟ في السكان. يبقى الهند. طب سادس حاجة، أولى دول العالم من حيث نسبة فئة كبار السن. أولى الدول اللي فيها كبار السن كتير جدا، دي دولة موجودة في شرق آسيا. في شرق آسيا نروح كده هنلاقي دولة هنا، هي دولة مين؟ اليابان. طب في أوروبا هنلاقي إيطاليا طبعا. طب مستر 7، منطقة ترتفع بها الكثافة السكانية. مكان بيرتفع فيه الكثافة السكانية. الكثافة السكانية كانت بترتفع عندي فين؟ والله يا مستر بترتفع في الجو المعتدل. تمام. وبترتفع جنب الأنهار والمية العذبة. والتربة الخصبة والمناخ. طب فين؟ تمام. رقم كام دي؟ 7. 7 يا مستر موجود هنا عند الاستواء في إندونيسيا. تبقى جزيرة مين؟ جاوا، عشان فيها تربة خصبة. تمام. ومية. يبقى جزيرة جاوا. سؤال متوقع، سؤال مهم في الامتحان. منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة. منطقة بتقل فيها الكثافة السكانية. دي تبقى ايه؟ يا مستر والله ممكن تبقى مناطق وعرة صعب تعيش عليها، جبلية، أو مناطق باردة، أو مناطق حارة. طب تعالى كده، دي فين؟ في أقصى الشمال 8. يبقى اسمها مين؟ منطقة ذات كثافة نادرة، سيبيريا. أقصى شمال القارة مين؟ الآسيوية اللي فيها نهر أوبو يانسي ولينا. دولة ظهرت نتيجة لرفض اللغة الأردية. وهنا يجي لك سؤال،
يعني اهو عندك سؤال خريطه، بس ممكن يجي لك ايه؟ ما النتائج المترتبه على استخدام باكستان اللغه الارديه ادى الى انفصال باكستان الشرقيه، وسميت باسم دوله بقى تانية هنا جنب الهند من الشمال الشرقي، اسمها دوله مين؟ بنجلاديش. يبقى خريطه وفي نفس الوقت اختيارات وصح وغلط. السؤال ده برضه من الاسئله المهمه. من اعلى دول قاره اوروبا انفاقا على التعليم. من اكتر الدول الاوروبيه انفاقا على التعليم. طب دي رقم كام هنا؟ 10. طب تعال نشوف رقم 10. تمام، رقم 10 هنا جايبها لي على جزيره هنا انا بسميها جزيره البطه. طب جزيره البطه دي اسمها مين؟ ايسلندا. طب كان في دول تانية بتنفق على التعليم؟ يا حبيبي، كان عندك دول هنا شبه النرويج اللي منها هالاند، وجنبها طبعا عندك السويد. طب هنا معلم لي على مين؟ معلم لي على 10 ايسلندا. طب مستر، رقم 11 دولة تشتهر بصناعة الزجاج. تعال نشوف. طبعا من غير ما افكر، دولة مين اللي لسه قايلين عليها من شوية؟ ايطاليا. طيب يا مستر، يلا السؤال الب. عندي خريطة برضه. أكبر دول القارة من حيث مساحة الأراضي الزراعية. طب أكبر دول قارة مين؟ أنا هنا لازم أعرضها. في قارة أوروبا. طب من غير ما أبص، أكبر دول قارة أوروبا في الأراضي الزراعية وأكبر دول العالم عامة في المساحة هتكون مين؟ روسيا. تمام يا مستر. طب رقم 2 دولة تنتشر بها الزراعة الواسعة. دولة فيها الزراعة الواسعة. تمام، الزراعة الواسعة دي كانت موجودة فين؟ الزراعة الواسعة كانت موجودة يا مستر في روسيا، وكانت موجودة في دولة تانية اللي بتحارب معاها، اللي بيتخانقوا معاها، اسمها دولة مين؟ أوكرانيا. هنلاقيها موجودة فوق هنا بحر اسمه البحر الأسود. يبقى أنت عندك أوكرانيا فوق البحر الأسود، وروسيا الأكبر في مين؟ في المساحة في أوروبا وفي العالم كله عامة. طب مستر، رقم 3 من أهم الدول الأوروبية في زراعة القمح. من أهم الدول الأوروبية اللي بيتزرع فيها القمح. طب القمح كان فين؟ القمح كان في دولة موجودة شمال أسبانيا، وهي دولة فرنسا. يبقى أنا عندي 3 هنا. أهم الدول مين؟ فرنسا. طب مستر، وكانت في السياحة برضه شاطرة. دولة يوجد بها الزراعة المختلطة. زراعة مختلطة، تمام؟ يعني أكتر من نوع من أنواع الزراعة. طب دولة مين دي؟ يعني بتربط الزراعة بتربية الحيوان، تمام؟ عشان كده سميتها الزراعة المختلطة، فيها أكتر من حاجة. طب مستر، مين الدولة دي؟ موجودة شمال شرق فرنسا، وهي دولة ألمانيا. يبقى 4 ألمانيا. ودي كانت متقدمة طبعا كمان في مصادر الطاقة والإنتاج الصناعي. 5 أكبر الدول الأوروبية في زراعة الأرز. أنا هنا قلت الدول الإيه؟ أكبر الدول الأوروبية عشان أنا كلامي على مين؟ قارة أوروبا. طبعا دولة مين؟ إيطاليا. في المهاجرين وفي الرز وفي الزجاج، في حاجات كتير. إيطاليا مهمة جدا. دولة قامت بها الثورة الصناعية الأولى. مين الدولة اللي قامت بها الثورة الصناعية الأولى؟ طب فكرني كده. قلت قامت في بريطانيا، بس في الحقيقة في جزء من بريطانيا اسمها إيه؟ اسكتلندا. بس الدولة عندك هنا دولة مين؟ بريطانيا. تمام يا مستر. طيب بعدها ايه اللي حصل؟ وقامت على اكتشاف آلة الايه؟ آلة البخار. تمام يا مستر. عشان تيجي للثورة الصناعية الثانية ظهر فيها ايه؟ الطاقة الكهربائية. طيب الثورة الصناعية الثالثة الإلكترونات والإنترنت، والرابعة وسائل الاتصال والذكاء الاصطناعي والروبوت. طيب الخامسة جت عشان تضبط الرابعة، اللي هي توضح دور الإنسان. مهمة جدا اللي أنا قلته ده تكتبه عندك. طب مستر، دولة يوجد بها صناعات خشبية. دولة فيها صناعات خشبية. دولة مين؟ يلا تعالى مع بعض. أنا عايز مين؟ 7. دولة مين دي؟ السويد. تمام يا مستر. طب دولة يوجد بها قصر الحمراء. قصر الحمراء ده كان من أماكن التراث الثقافي والعالمي. كان موجود في دولة أسبانيا. الدول عندي بتتكرر. دولة يوجد بها حديقة فاتنا كوكو كول. يبقى اسمها ايه؟ فانتا. لا، هي اسمها ايه؟ فاتنا كوكول. يبقى فاتنا كوكول. فاتنا كوكول. انت هتكتب فانتا وكوكا كولا في الامتحان، انا عارف كده. طب مين الدولة دي؟ دولة ايسلندا. لسه قايلينها من شوية. طيب يا مستر، يلا بينا فوق كده وشد حيلك. الامتحان في جيبك، ما تنساش. مستر،
اكتب ما تشير اليه مدلول برضه الخريطه. دوله بها مقر مجلس التعاون الخليجي، فيها مقر مجلس التعاون. طب مجلس التعاون الخليجي كان فين؟ في الرياض. طب الرياض دي في دوله مين؟ السعوديه، يبقى دوله السعوديه. دوله تشتهر بالصناعات التحويليه الثقيله، صناعه تحويليه تقيله. طب دوله مين اللي قلت لك شاطره في الصناعه كمان؟ المانيا، متقدمه جدا في السيارات. دولة تعد أكبر قوة صناعية في العالم، أكبر قوة صناعية في العالم، أنا رقم واحد. تمام؟ أنا إنتاجي اللي واصل داخل في 30%، يعني داخل على التل. دي دولة مين أكيد؟ العملاق الصين اللي إنتاجها يقترب من الثلث. طب في آسيا مين التالتة؟ لو قلت تالتة هتقول لي يابان. طب لو قلت رابعة للأسف خامسة هتقول لي كوريا جنوبية. نركز في الحاجات اللي بقولها دي، اكتبها. تمام؟ أولى الدول الأوروبية في خدمات التواصل الرقمي. تواصل رقمي، تواصل عن طريق الإنترنت. طب مين الأولى هنا؟ كاتب لي رقم هنا كام؟ رقم 4. طب تعالى رقم 4 مين؟ ألمانيا. رقم 4 ألمانيا. يبقى أنت عندك دولة أولى الدول الأوروبية في التواصل الرقمي ألمانيا. طيب دولة تشتهر بالصناعات التحويلية الثقيلة، عندي ألمانيا، بس هنا عندي كان عامل لي على رقم كام؟ معلش رقم 2 أهي اللي لسه قايلين عليها، كانت مين؟ فرنسا. نركز معلش. طيب السؤال اللي بعديه، أولى دول العالم من حيث نسبة كبار السن. احنا لسه قايلينها يا مستر، دي دولة مين؟ مش هقولها بقى، قولوها انتوا، يلا افتكروا. اليابان. مستر أولى دول قارة آسيا إنفاقا على التعليم. طب هنا عندي مين؟ عمان، يبقى 6 عمان. 7 يعد الانحناء طريقة أساسية. الانحناء للتعبير عن مين؟ التقدير. في دولة مين؟ تفضل تنحني لحد ما ظهرك يقف. في دولة مين؟ كوريا الجنوبية، يبقى كوريا الجنوبية. تمام يا مستر. تنتشر صناعة الزجاج كحرفة تراثية بدولة مين؟ الزجاج لسه قايلينها من شوية، إيطاليا. أولى دول قارة آسيا في تربية الأبقار، اللي بيعبدوا البقر وعندهم جاموس كتير جدا، حيوانات كتير، هي دولة مين؟ دولة طبعا الهند، واللي كانت فيها ديانات وضعية. طب مستر أهم الدول الأوروبية إنتاجا للقمح وتربية الأبقار. أهم الدول الأوروبية إنتاجا للقمح وتربية الأبقار وأكبر دولة في المساحة. تمام؟ عندي مين طبعا؟ عملاق أوروبا روسيا. 11 دولة أوروبية خرجت من الاتحاد الأوروبي، لسه قايلينها، اللي ظهر فيها الثورة الصناعية الأولى، كانت دولة مين؟ بريطانيا. طيب يا حبيبي يلا السؤال الثاني، كده احنا خلصنا سؤال الخريطة في جيبك، تمام؟ طب السؤال الثاني هيكلمنا على إيه؟ ضع كلمة صح أو خطأ مع التصويت. أول حاجة بيقول لك تمر قارة أوروبا بالمرحلة الثانية. أنا هنا بتكلم على مين؟ أوروبا بتمر من المرحلة الثانية من نظرية التحول الديموغرافي، يعني ما بين نسبة الوفيات والمواليد. طب هي بتمر بالمرحلة الكام يا مستر؟ غلط، المرحلة الرابعة. طب وآسيا كانت الكام يا مستر؟ آسيا ثالثة. آسيا كان انخفاض المواليد وانخفاض الإيه؟ الوفيات. طب أوروبا انخفاض يلا المواليد وارتفاع الوفيات، عشان كده الزياده بالسالب. طيب يا مستر بعدها 2 تعرضت قاره اسيا لتيارات هجره غير شرعيه. هنا بتكلم عن مين؟ اسيا. طب الهجره دي قادمه من مين؟ من اليونان وايطاليا؟ لا يا مستر، ده اليونان وايطاليا دي اللي بيروحوا لهم، انت لسه قايل لي في الخريطه. طب غلط، قادمه من مين؟ قادمه من اثيوبيا والصومال. يبقى هي قادمه من مين ومين؟ اثيوبيا والصومال. طب مستر من المناطق ذات كثافة سكانية متوسطة بعض مناطق مين؟ جنوب شرق آسيا. يا مستر جنوب شرق آسيا كانت الكثافة السكانية بتاعتهم متوسطة، تمام؟ وفي كثافة برضه هناك مرتفعة. يعد زيادة الطلب على الطاقة الإحفورية. الطاقة الإحفورية هي الطاقة الناتجة عن الحفر، زي الفحم والبترول والإيه؟ والغاز الطبيعي اللي بتلوث البيئة. والإنتاج الصناعي سببا في التغير المناخي. ما أنت لسه قايل لي بتلوث البيئة يا مستر. طب بعدها تقوم دولة فرنسا برفع سن التقاعد. فرنسا بترفع سن التقاعد ليه؟ عشان تقدر تستفاد من سكانها الأكبر قدر. ليه يا مستر؟ عشان فرنسا برضو عندها زيادة في كبر رجال السن.
صح يا مصطفى، رفعت سن مين؟ التقاعد. يبقى ده سؤال حل عملته فرنسا عشان تستثمر كبار مين؟ السن اللي عندها. تزداد نسبة الذكور عن الإناث في قارة أوروبا. الذكور أكتر من الإناث في قارة أوروبا؟ لا، ده في قارة مين يا مستر؟ آسيا، بسبب الهجرات. أوروبا العكس عشان الحرب العالمية كام؟ الثانية. تبلغ نسبة فئة سن العمل بقارتي آسيا وأوروبا نحو نصف السكان. فئة سن العمل بآسيا وأوروبا الاتنين نص السكان. لا يا مستر، الناس اللي قادرة تشتغل غلط، ثلثي. تمام، نسبة كبيرة. تمام يا مستر. طب تتساوى نسبة العاملين بالزراعة بقارة آسيا. نسبة اللي شغالين في الزراعة، الناس اللي بيعملوا فيها، قد بعض في قارة آسيا وأوروبا؟ لا يا مستر، حضرتك ما قلتش الزراعة، قلت مين؟ الصناعة ولا مين؟ يلا، تتساوى نسبة العاملين بالزراعة بقارة آسيا وأوروبا. لا يا حبيبي، هنا كانت مين؟ الصناعة. الاتنين قريبة من بعض. تمام؟ الزراعة عندك في ايه؟ في آسيا أكتر. طب تضم قارتي، يبقى ده غلط، مين؟ الصناعة. طب تضم قارتي آسيا نحو ثلث إجمالي اللغات في العالم. آسيا موجود، آسيا متحف لغوي فيها أثر لغوي كتير جدا. طب اللي بعدها، تقل معدلات الأطباء والممرضات بدولة وسط وشمال آسيا. تقل معدلات مين؟ الأطباء والممرضات بدول وسط وشمال آسيا عن المعدل العالمي. هي يا مستر هي بتقل منين؟ من دول شمال آسيا؟ لا، هي بتقل من دول وسط وجنوب آسيا. يبقى هنا الغلطة في مين؟ في شمال آسيا. تعتبر الهند من أشهر الدول الآسيوية التي تشتهر بها الرقصات الكلاسيكية. صح، يبقى الهند رقصة كلاسيكية وديانات وضعية. تمام، والحيوانات. من الحرف التراثية، تمام، تراث موروث في الهند والصين صناعة الحرير اليدوي. مشهورين جدا بالحرير، حتى طريق الحرير كان عندهم هناك. عانى الشعب المصري قبل الفتح الإسلامي من اضطهاد الفرس لهم دينيا. هو الفرس اللي اضطهدونا؟ لا يا مستر، كان الاضطهاد مين؟ الروماني. في العصر العباسي الأول بدأ تعيين الولاة من الفرس والأتراك. لا، ما كانش العصر العباسي الأول، كان العصر العباسي الكام؟ الثاني. صاحب الشرطة ده كان بينوب، يعني بيتعين مكان مين؟ مكان الوالي. يبقى كان بيمسك مكان الوالي حال غيابه. أيوة يا مستر. طيب، كان لغير المسلمين بمصر قضاءهم الخاص إلا إذا احتكموا المسلمين. أيوة، وده عدالة الإسلام. حبايب قلبي من جوه، حبايب قلبي، السؤال رقم 17 بيقول إيه؟ أمر الخليفة العباسي عبد الملك بن مروان أن تكون الكتابة على النسيج باللغة العربية. أيوة يا عم، أمر إن تكون الكتابة على النسيج باللغة العربية، بس مش في الخليفة العباسي، الخليفة الإيه؟ الأموي. يبقى ركز، مش الخليفة العباسي، الأموي. طيب، من المدن الإيه؟ من المدن الأخرى التي شيدها عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص عمل مين؟ عمل الفسطاط، وكان برضه ساهم في مدينة الجيزة. يبقى الإجابة صح. 19. امتدت الدولة الطولونية من مصر وبلاد الشام وبلاد الحجاز إلى برقة. تمام، امتدت في الشام ومصر والحجاز وبرقة ومن النوبة. تمام، حتى حدود آسيا الصغرى. كل دي شملت الدولة الطولونية، وبرضه الدولة المملوكية والأيوبية شملوا المناطق دي. بس الدولة اللي كانت أكبر شوية في المساحة هي الدولة الفاطمية. مصر 20. حرص الفاطميون بمصر على الاحتفال. الفاطميين جيت قلت لك كان معظم حياتهم ايه؟ هنا واحتفالات. يبقى اهتموا بمين؟ بالاعياد والاحتفالات، بالاعياد والاحتفالات زي حلاوه المولد. تمام، كانت من فكره الفاطميين. توجد او تواجه الصليبيون من اوروبا نحو الشرق. الصليبيين اتوجهوا من اوروبا نحو الشرق في عده حملات اسمها الحملات الصليبيه، استمرت نحو 200 سنه، يعني قرنين من الزمان. يا مستر، الحملات الصليبيه هي حملات جاءت من غرب اوروبا واتخذوا الصليب شعارا ليهم وغزوا العالم الاسلامي. يرجع الفضل الأكبر في التصدي للصليبيين واسترداد بيت المقدس إلى الدولة. مين الدولة اللي تصدت للصليبيين واستردت أو استعادت بيت المقدس؟ طبعا صلاح الدين الأيوبي، يعني الدولة الأيوبية. اتبع بلدوين الرابع سياسة فرض الإتاوات على القوافل المسلمين. لا، بلدوين الرابع ده كان حاكم أو ملك بيت المقدس،
وكان بيعامل صلاح الدين معامله جيده، كانت العلاقه ما بينهم حسنه يعتبر. طيب مين امير حصن القرق اللي كان بسببه معركه حطين؟ طبعا ارناط. يعمل بالنشاط الزراعي نحو خمس القوى العامله بقاره اسيا. حوالي بنتكلم في الخمس، يعني بنتكلم في حوالي 20%. تأتي قارة آسيا في المرتبة الثانية بين قارات العالم من حيث مساحة الأراضي الزراعية. آسيا الأولى في الأراضي الزراعية؟ لا، آسيا كانت أولى في حاجات كتير، الأولى في معظم كل حاجة. لا، خطأ، الأولى. تستأثر دولة إيطاليا بمعظم إنتاج قارة أوروبا من الرز. إيطاليا شاطرة جدا في الرز؟ يا مستر في الرز كانت شاطرة جدا. تأتي الهند في المركز الثاني من بين دول العالم في إنتاج المحصول القمح. الهند كانت الثانية. طيب كانت مين الشاطرة قبلها؟ كانت عندك الصين، صح. يعد بنجر السكر من المحاصيل المدارية المنتجة للسكر. هو البنجر السكر من المحاصيل المنتجة للسكر، بس مش من المحاصيل المدارية. أمال مين اللي من المحاصيل المدارية؟ القصب. عشان كده صعب يتزرع في مين؟ في أوروبا. عشان كده شلنا القصب من أوروبا وزرعنا مكانه مين؟ بنجر. تبلغ مساحة الأراضي الزراعية نحو نصف مساحة المراعي الطبيعية. تمام؟ قال لك الأراضي الزراعية مساحتها نص مساحة المراعي الطبيعية، صح. طب ممكن يجيب لك السؤال بصيغة تانية. تبلغ نسبة المراعي الطبيعية ضعف مساحة نقط الأراضي الزراعية. تشتهر قارة أوروبا بعديد من سلالات الأبقار. أوروبا فيها سلالات أبقار جيدة؟ فيها سلالات جيدة في اللحوم والألبان زي هولندا كده. تحتل قارة آسيا المركز الأول في الإنتاج السمكي بنسبة 70%. 70% من الإنتاج العالمي؟ تمام. طيب كان معظمه مزارع سمكية. طب مستر، اعتمدت الثورة الصناعية الثانية، لسه قايل لك من شويه، الاولى اعتمدت على البخار، طب الثانيه اعتمدت على توليد الكهرباء، والثالثه الالكترونات والانترنت، والرابعه ذكاء اصطناعي وغيره 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 والروبوتات، والخامسه عشان تحد من الرابعه. اللي بعدها يتم الحصول على الزيوت النباتيه من عده مصادر، منها فول، صويا، وكتان. يا مستر صح، دي مصادر. ممكن يجي لك يقول لك دلل تعدد مصادر الزيوت النباتيه، هتقول فول، صويا، وكتان. تنتج قاره اوروبا اكثر من نصف الانتاج العالمي للزيوت. تمام؟ لا غلط، اللي اكتر من النص الانتاج دي مين؟ اسيا، مش الزيوت. تعد صناعه الحديد والصلب من الصناعات الاستخراجيه الموجودة بقارتي آسيا وأوروبا. قال لك صناعات الحديد والصلب من الصناعات الاستخراجية، يعني الحديد والصلب بتطلعه كده معمول أسياخ الحديد اللي أنت بتعملها وتبني بيها؟ لا يا مستر، أنا بطلعها كتل كده أو حتت وبدخلها مصانع وأغير شكلها، يعني كده عملت لها تحويل، يبقى من الصناعات التحويلية. اليابان أكبر قوة صناعية لسه. تمام، تعد اليابان من اكبر قوى صناعيه في العالم. فهنا بص، تعد اليابان اكبر قوه صناعيه في العالم، خليها من اكبر قوه. من اكبر القوى الصناعيه في العالم. طب مين القوى الصناعيه اللي موجوده في العالم؟ رقم 1 الصين اللي اتكلمنا عنها، ورقم 3 اليابان. طيب رقم 5 كوريا الجنوبيه. ركز جدا في الاسئله. مستر، تتسم منطقة جبال الأورال بغناها بموارد معدنية وخاصة الحديد. جبال الأورال اللي موجودة غرب آسيا وشرق شرق مين؟ أوروبا، موجود فيها حديد ونحاس والكلام ده. موجود فيها الحديد والنحاس، الثروة المعدنية خاصة في روسيا. طب مستر، تنتمي منطقة دونستيك. دونستيك ده اقليم موجود غرب ووسط اوروبا؟ لا، دونستيك ده في اوكرانيا عند البحر الاسود. طب اوكرانيا دي شرق اوروبا. تعتبر الصناعه المحرك الاساسي لتحقيق اهداف التنميه المستدامه. الصناعه هي الاساس عشان تخلي عندي تنميه مستدامه. الدوله القويه هي القويه صناعيا.
اهتمت ألمانيا بالتحول الأخضر. التحول الأخضر يعني إيه؟ يعني تعتمد على الطاقة النظيفة، يعني صفر انبعاثات كربونية. طب ده هتحققه إمتى؟ عام 2045. تمام يا مستر. تعد شلالات الراين من أشهر الواجهات السياحية في قارة آسيا. الراين والدانوب ده أنهار موجودة فين؟ في أوروبا. تقع جزر المالديف تمام السياحية في المحيط الهادي؟ لا، المالديف موجودة في الهندي. تتمتع بعض دول قارة آسيا ببنية تحتية قوية. يا مستر بعض دول بس مش كل. طب زي مين؟ اليابان والصين وكوريا الجنوبية والإمارات العربية. يبقى هنا الإمارات ممكن ألعب عليها إن هي إيه؟ دولة عربية بنية تحتية. تمام. تعد قارة أوروبا أعلى القارات من حيث العائد السياحي. أوروبا أكتر قارة بتجيب عائد سياحي. يا مستر أنت قلت لي أوروبا أكتر قارة كعائد وكسياح، كعائد وكمين؟ وكسياح. تحتل أسبانيا المركز الأول أوروبيا من حيث عدد السياح. هي أسبانيا تحتل المركز الأول من حيث عدد السياح؟ يلا فكر كده مستر. لا يا مستر ما كانتش أسبانيا. أمال كانت مين يا مستر؟ كان فرنسا في عدد السياح. تقع كنيسة القيامة داخل مدينة البتراء. لا، كنيسة القيامة داخل مدينة مين؟ بيت المقدس. يبقى القيامة بيت المقدس، القيامة بيت المقدس. طب مستر السؤال اللي بعديه. تضم محمية دب باندا سيشوان العملاقة 7 محميات طبيعية. طب هي المحمية دي موجودة فين؟ دي يا مستر كانت موجودة في الصين. و9 متنزهات يا مستر. تضم المساكن المعلقة حول جبال مين؟ مساكن معلقة عشان مبنية كده زي الجبال، على الجبال. في جبال الألب مستوطنات ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ. صح يا مستر، إلى عصور ما قبل التاريخ. زي برضه مدينة مين؟ البتراء تمام الموجودة في الأردن. نتج عن ظاهرة الفيضانات المفاجئة التي تعرضت لها حديقة فتنة كوكوكو الوطنية. ظهور سهول رملية وأودية فريدة. يا مستر صح. يلعب مجلس التعاون لدول الخليج دور محوري في حفظ الأمن والاستقرار. مجلس التعاون هدفه حفظ الأمن والاستقرار. لما كنا بنقول تبادل المعلومات صح. اتسعت أراضي الدولة العثمانية في مطلع القرن السادس عشر لتشمل عدة مناطق تمام من قارات العالم القديم. يا مستر شملت آسيا وشملت أوروبا وشملت أفريقيا. اتخذ السلطان العثماني سليم بين المناطق الحدودية. حدودية كانت مين يا مستر السبب في التوسع لدولة المماليك؟ الحدودية يا مستر قصد حضرتك على إمارة ذي القادر المملوكية اللي قالك كانت بتهاجم القوافل العثمانية ومش عايزة تعدي الإمدادات. يبقى هنا صح. انتصر العثمانيين على الصفويين في موقعة مرج دابق. لا، مرج دابق دي كانت في الشام. امال في موقعة مين؟ يلا احنا عندنا كم موقعة هنا؟ عندك مرج دابق والري دانية دي في مصر تمام. امال الصفوية كانت مين؟ جلديران، افتكرها بإيران. سيطر السلطان سليم الأول على الشام بهدف جعل البحر الأحمر بحيرة إسلامية. طب أنت مسكت لي الشام من فوق تمام؟ لا يا مستر مش الشام، هو مسك حاجة تانية غير الشام موجودة جنوب البحر الأحمر وهي اليمن. اللي بعدها. كانت الحروب بين روسيا والدولة العثمانية فرصة لإعلان محمد أبو الدهب استقلاله بمصر. هو محمد أبو الدهب اللي أعلن استقلاله بمصر هو اللي استغل الأحداث ولا ده اللي خان سيده؟ لا، ده اللي خان سيده. أمال مين؟ علي بيك الكبير. أبحرت الحملة الفرنسية على مصر من ميناء طولون جنوب فرنسا. كانت حملة سرية. كانت معركة إمبابة أول المواجهات العسكرية بين المماليك والحملة الفرنسية. لا، حضرتك قلت تواجهوا في معركتين. إمبابة دي كانت الثانية. أمال الأولى شبرا خيت في البحيرة. تعد آسيا الأولى بين قارات العالم من حيث عدد المواقع التراث العالمي. لا، كانت عدد مواقع التراث العالمي كانت أكتر فين؟ في أوروبا.
طب مستر اكمل، احنا المذكره فيها اسئله، كميه اسئله كتيره جدا هتغنيك عن اي حاجه، فشد حيلك كده ونكمل مع بعض. اكمل العبارات الاتيه. تمام. القاره اللي بيزيد سكانها، عدد سكانها عن تعداد باقي القارات. مين اللي كانت سكانها لوحدها اكتر من نص القارات مجتمعه؟ اسيا. وصلت قاره اسيا حاليا طبقا للتحول الديموغرافي، لسه قايلين لك المرحله الثالثه تناقص. طب جزيره فيها كثافه سكانيه، لسه قايلينها جزيره جاوا. طيب تقل الكثافه السكانيه في اوروبا في شبه جزيره مين؟ اسكندنافيا الشماليه. ظهرت دوله بنجلاديش الحاليه بسبب فرض باكستان. فرضت ايه؟ اللغه الارديه. ركز، حاجات كتير بتتكرر. تعدد المبادرات التي تعزز القدرة العالمية على الوقاية من الأوبئة. في مبادرة اتعملت عشان تحمينا من الأوبئة؟ يا مستر، اسمها ايه؟ مبادرة الأمن الصحي العالمي. يبقى اسمها مبادرة الأمن الصحي مين؟ العالمي. يعد من أقدم الحبوب الغذائية. مين أقدم الحبوب الغذائية؟ رقم 1 في الأهمية وزمان هو القمح، وهو رقم 1 في الأهمية كمان عشان يغيف الخبز. أولى الدول الآسيوية في إنتاج محصول قصب السكر، طبعا الهند. قام العالم الاسكتلندي الشهير جيمس وات، اسكتلندي، ده اللي كان سبب في الثورة الصناعية الأولى لاكتشاف آلة البخر. السعودية عملت مشروع كبير جدا عشان يعتمد على الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، اسمه مشروع مدينة نيوم للهيدروجين الأخضر. الدولة التي حصلت على المركز الأول آسيويا وعالميا في التجارة الدولية هي دولة مين؟ الصين. الله أكبر، الله أعظم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طيب يا حبيبي، أكثر الدول الأوروبية التي تضم متنزهات وطنية هي دولة مين؟ أوكرانيا الأوروبية، مش الأفريقية. أولى إعدادي كانت كينيا، ركز، يبقى هنا أوكرانيا. يوجد قصر الحمراء، لسه قايلينه، في أسبانيا. تقسيم عديد من الدول الآسيوية بضعف شبكة البنية التحتية. أنا قلت لك في دول عندها بنية تحتية قوية زي اليابان والصين والإمارات، وفي دول عندها بنية تحتية ضعيفة زي مين؟ كمبوديا، يمن، أفغانستان. كمبوديا ويمن وأفغانستان. عدد الدول الأوروبية أصبح 27 لما مين سابته ومشت؟ بريطانيا. تم توقيع معاهدة بين مصر ورابطة آسيان، تمام، اللي هي بتضم 10 دول دي. المعاهدة دي كان اسمها معاهدة مين؟ الصداقة، عشان يوصلوا ويقربوا العلاقات والصلة ما بينهم. من الدول الآسيوية التي تشتهر بصناعة السجاد اليدوي. سجاد يدوي، هند إيران. سجاد يدوي، هند إيران. بدأ التفكير في نشر الإسلام. مين أول واحد فكر ينشر الإسلام في مصر؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم. البداية وكانت عن طريق المراسلات. ظهرت الدولة المستقلة بمصر في العصر العباسي الثاني نتيجة ضعف الخلفاء. شيد كافور الأخشيدي مسجد الفقيعي، ومهمة جدا المساجد، من المدن الساحلية التي فتحها صلاح الدين الأيوبي بعد أن تحكم في مين؟ في بيت المقدس. مين المدن الساحلية اللي مسكها صلاح الدين عشان يمنع الصليبيين كده ويقدر يتحكم ويستولي على بيت المقدس ونستعيده تاني؟ عكا، حيفا، صيدا. أنشأ الأيوبيين العديد من المراكز الصناعية. الأيوبيين عملوا زي ترسانة بحرية لصناعة السفن. طيب يا مستر، أشهرها مين؟ دار صناعة مين؟ الجيزة. كان تمام؟ يبقى دار صناعة السفن في مين؟ الجيزة، اللي هي جزيرة الروضة. بعدها قام المغول بتدمير كل الدول الإسلامية التي دخلوها. زي مين؟ المغول كانوا بيخشوا وما بيسيبوش حاجة، الأخضر واليابس كله يدمروه. طب أهمها مين؟ بغداد وفارس والشام. رفض المماليك مساندة العثمانيين في حروبهم ضد الصفويين. انتصر سليم على طومان باي في معركة الردانية. طب لو قال لك قنصوة الغوري يبقى مارك دابق في الشام. اكتب ما تشير اليه العباره. معركه حربيه مصر تحولت لولايه عثمانيه، لسه قايلينها، الردانيه، ومهمه جدا. اول المناطق اللي انتقلت للتبعيه العثمانيه وكانت السبب في الحرب ذي القادر.
هيئة أنشاها العثمانيين في مصر للحفاظ على التوازن. هيئة كده النظام العثماني كان بيراقب بعض. مين الهيئة اللي عملها عشان يبقى في توازن بين الوالي والحامية العثمانية تنقل له الأخبار؟ هي أمراء المماليك، وعشان عندهم خبرة في حكم البلاد. أول جامع بنى في مصر، أول جامع اتبنى في مصر على الطراز التركي، المأخوذ من مين؟ من العمارة البيزنطية. جامع مين؟ مسجد سليمان باشا. رفض التوقيع على اتفاقية العريش. مين اللي رفضت التوقيع على اتفاقية العريش وقالت لك لا فرنسا تمشي أسرى حرب؟ وكليبر رفض وراح ضرب العثمانيين اللي متجهين للقاهرة. طبعا دولة مين؟ بريطانيا. الزراعة اللي بيقوم فيها المزارعون بالزراعة وتربية الحيوان، لسه قايلينها من شوية، دي مع دي، تمام؟ والدواجن لأغراض التجارة والاستهلاك المحلي. تمام، تجارة واستهلاك محلي، كثيف. تمام، طب زراعة الأرض أكتر من مرة، كثيف. طب للأسف لو قال لك زراعة تربية الحيوان واستهلاك محلي ودواجن مع بعض، ممكن تحط له الزراعة المختلطة. صلح عقد بين عمرو بن العاص والمقوقس حاكم مصر. تمام، ايه الصلح اللي اتعمل ما بينهم؟ اسمه صلح مين؟ الاسكندريه. الفتره التاريخيه التي تبدا بعد الفتح الاسلامي لمصر وتنتهي ببدايه تاسيس احمد ابن طولون للدوله المستقله. فتره مين؟ اللي بتبدا من مين؟ من الفتح الاسلامي لحد احمد بن طولون، عصر الولاه. بدايتها عمرو بن العاص. اسمه اطلق على القناه، قناه عملها عمرو بن العاص ونشطت التجاره مع الحجاز، قناه امير خليج المؤمنين. انشات خلال عصر الدوله الطولونيه بهدف العلاج. اول ما تسمع علاج هتقول لي البرمارستان، واول ما تسمع غلمان اشتراهم الايوبيين، واللي اكتشفهم الصالح نجم الدين هيقول لك المماليك. العمر اللي بيسمح فيه بانهاء الخدمه، خدمه بتنهي خدمتك خلاص، سنك خلاص ما بقتش وصحتك ما بقتش قادر تشتغل، بنسميه سن التقاعد. يهتم بمجموعه من الانشطه الاقتصاديه التي تلبي احتياجات ومتطلبات كبار السن. في غايه الاهميه التعريف ده. انشطه اقتصاديه بتنفذ احتياجات كبار السن، اسمه الاقتصاد الاخضر. القاره التي تعد الاكثر تنوع لغوي، لغات في العالم، اسيا. اللغة التي نتجت، طبعا لغة ونتجت بسبب فرض اللغة الأردية وظهور دولة بنجلاديش، كانت اللغة الأردية واتقالت كذا مرة. من هو السلطان الذي هزم الصفويين؟ طبعا هزم الصفويين وهزم المماليك في مرج دبا وجيدانية، هو عندنا الحاج مين؟ سليم. السلطان المملوكي اللي اتهزم واشترى عبيد ومرتزقة عشان نقص العدد واتهزم في الجردانية، هو السلطان طومان باي. أحد أمراء المماليك قام بحركة استقلالية، لسه قايلينه علي بيك الكبير. طب مين قائد الأسطول البريطاني اللي جاء نفخ الأسف الفرنسيين في أبو قير البحرية؟ هو نيلسون. حاكم مدينة عكا الذي تصدى للحملة الفرنسية. ونابليون فشل في فتح الشام ليه؟ قال لك فشل في فتح الشام بسبب مقاومة أهالي عكا، عشان حاكمها كان جزار، اسمه إيه؟ أحمد باشا الجزار. تولى قيادة الحملة الفرنسية في مصر خلفا لنابليون كليبر. طب خلفا لكليبر مينو. قائد الحملة الفرنسية الذي تكون في عهده الديون، للأسف الديوان، طبعا ديوان عام وعالي وقاهرة أقاليم، ده نعم مين؟ نابليون. وجعل القضاء مصريين. تولى حكم الدولة الطولونية بعد وفاة أبيه أحمد بن طولون خمراوي. طب أحمد بن طولون خلى خمراوي خلى العلاقة كويسة مع السلطان العباسي المعتضد لما جوزوا بنته قطر الندى. الخليفة العباسي بقى اللي بعت جيش بعد ما خمراوية مات عشان يرجع مصر تاني، كان اسمه المكتفي. طب قائد الجيش كان اسمه محمد ابن سليمان الكاتب. تولى الوصاية على أبا القاسم أنجور قبل وفاة محمد بن طغ الأخشيد. مين اللي كان وصي عليه عشان أنجور ده كان صغنن؟ كافور الأخشيد. طب أرسل القائد جوهر الصقلي. مين الخليفة الفاطمي اللي بعت جوهر الصقلي لمصر؟
المعز لدين الله، جاء لمصر على رأس الجيش الذي أرسله أمير الشام ليحسم النزاع الداخلي بين وزيرين مصريين. مين اللي جه؟ اللي جه أسد الدين وابن أخيه صلاح الدين. أمير صليبي قام بخرق الهدنة التي كانت بين صلاح الدين، طبعا أرناط، واحد من ضمن الثلاث ملوك اللي جم في الحملة الصليبية الثالثة عشان يستعيدوا بيت المقدس، بس فشل في هزيمة صلاح الدين فعقدنا صلح اسمه ريتشارد. طب حاكم مدينة اسكندرية اللي قاوم الحملة الفرنسية وتم إعدامه في القاهرة عمر مكرم. قائد المماليك في معركة شبرا خيط مراد اللي انسحب للجنوب عشان يدافع عن القاهرة. أحد علماء الحملة الفرنسية وفك حجر رشيد هو العالم مين؟ شامبليون. طيب حبايبي، السؤال السادس بقى، نيجي للمقال. احنا هنا تعبنا خلاص يا مستر من الالكتروني، انت كده كأن قلت لنا الامتحان كله الكتروني. لا يا حبيبي، عندك الامتحان برضه مين؟ مقالي. طيب يا مستر، س 6 بيقول لي بما تفسر يعني ايه؟ اذكر لي السبب. يبقى بما تفسر اذكر لي السبب. انا عايز السبب ليه؟ طب مستر، سقوط الدولة الطولونية لسه قايل لك من شوية عشان اتقتل خمراوي. لما اتقتل خمراوي القوي مات، الحاكم مات، فحصل تنافس، اللي تحتيه طمعانين في الحكم، تنافس بين مين؟ الأمراء، وتدخل الجنود، كله اتدخلوا في شؤون الدولة عشان ياخدوا الحكم. طب كل ده استغل بقى الخليفة العباسي المكتفي بالله وبعت جيشه بقيادة محمد بن سليمان الكاتب. يبقى الدولة الطولونية سقطت بعد مقتل خمراويه، حصل تنافس بين مين ومين؟ الأمراء والجنود، والخليفة العباسي استغل كده وقدر ان هو ياخد مصر بسبب الخلافات والانقسامات. مستر، معدل الزيادة الطبيعية بقارة أوروبا بالسالب. معدل الزيادة الطبيعية بقارة أوروبا بالسالب يعني أوروبا بتقل؟ يا مستر، عشان حضرتك قلت لي المواليد أقل من الوفيات. تمام، ليه؟ ارتفاع لسه قلناها دلوقتي وقلناها قبل كده كمان. طب مستر، قسمت الدولة العثمانية السلطة في مصر بين عدة هيئات. تمام، ليه؟ أنا قلت لك سياستها فرق تسد. تمام؟ سياستها فرق تسد يعني يزرع الخلافات بين الهيئات عشان يوصل لها كل حاجة، عشان ما حدش يستقل بحكم مصر، لضمان بقاء خضوع مصر وهي بعيدة عن مصر. انخفاض نسبة العاملين بالزراعة في قارة أوروبا. نسبة العاملين في الزراعة في أوروبا ليه أقل؟ ليه منخفضة؟ والله يا مستر في أوروبا أقل من آسيا بسبب عدة أسباب، إن هم بيعتمدوا على الأساليب العلمية وما بيعتمدوش على الزراعة بس، وبيعتمدوا على أنشطة أخرى. يبقى بسبب مين يا مستر؟ استخدام الأساليب العلمية. يبقى لما نقول لك العمال يقلوا في أي مكان هتقول له أساليب علمية. طب هنا في الزراعة هتقول بيشتغلوا بمهن وأنشطة أخرى أهمها الصناعة. طب نابليون ليه جاب العلماء معاه؟ قال لك والله يا حبيبي الحملة الفرنسية لم تكن عسكرية فقط، ده جاب علماء وفنانين. ليه؟ عشان تدي طابع للحملة حضاري، ان انا جاي ابني واعمر مش جاي ادمر. وتاني حاجة عشان يدرسوا احوال مصر ويقدروا يستغلوا مواردها ازاي. يبقى انا دلوقتي عرفت عشان تعطينا طابع مين؟ حضاري واستغلال. طابع حضاري واستغلال، ركزوا معايا واكتبوا الحاجات دي. طب مستر، نجاح علي بيك الكبير في الاستقلال بحكم مصر. نجاح علي بيك الكبير للاستقلال في حكم مصر هو ايه السبب الرئيسي اللي خلاه ينجح؟ والله العثمانيين كانوا ضعفوا في الوقت ده، بس كان في سبب تاني رئيسي، ان العثمانيين كانوا مشغولين بحرب قوة عظمى وهي مين؟ روسيا، انشغالها. توجهت الحملات الصليبية نحو الشرق. هي ليه الصليبيين جم؟ سؤال مهم جدا. قال لك والله يا عم هم جايين، قال لك لاهداف دينيه، انا عايز ارجع الاماكن المقدسه، يبقى اهداف دينيه. قال لك الباباوات، قال لك انا عايز اجيب الاماكن المقدسه. طب اسباب تانية ايه؟ قال لك اسباب تانية اقتصاديه وسياسيه. طب زي ايه يا عم الحاج؟ قال لك انشاء امارات. فانت عندك عدد الامراء اللي موجودين فين؟ في اوروبا قطروا، ففي ناس ما لهمش ممتلكات، قال لك روح اعمل لك املاك في مين؟ في الشرق، ويستولى على الخيرات. واسباب تانية اجتماعيه، ان كان في عبيد كتير. طب العبيد دول الطبقه الدنيا، قال لك لو راحوا الحملات الصليبيه هياخدوا خير الشرق، فحالتهم هتتحسن. يبقى رغبتهم مين؟ الطبقه الدنيا، العبيد، الناس اللي تحت خالص، في التخلص من الازمات الاجتماعيه والاقتصاديه. مكانتهم الاجتماعيه تزيد والمستوى الاقتصادي طبعا هيزيد. فشل نابليون في اقتحام عكا.
لسه قايل لك من شويه فشل نابليون في اقتحام عكا لعده اسباب. ايه اهم الاسباب؟ اول حاجه المقاومه، ان اهالي عكا كان عندهم قائد شجاع اسمه احمد باشا الجزار. يبقى رقم واحد مين؟ مقاومه اهالي عكا. تمام، بسبب المذابح اللي عملها نابليون قبلهم في يافا. طب مستر حضرتك قسمت لي الخريطه ليه؟ قسمت لك الخريطه عشان احنا اتكلمنا على معركه اسمها معركه ابو قير البحريه، اللي القائد البريطاني فيها دمر الاسطول الفرنسي. فهنا مدينه عكا هنا تعتبر في بلاد الشام. ايه اللي حصل؟ جينا لقينا عم نابليون واقف محاصرها من هنا. طب حاصرنا يا عم من هنا للسنه الجايه عادي. عادي ازاي؟ مش فارقه معاكم ليه؟ عشان موقعها جغرافي على البحر المتوسط، وهنا الاسطول البريطاني بيديها المؤن والسلاح. يبقى فشل نابليون في دخول عكا بسبب ايه؟ بسبب مقاومه ومساعده الاسطول البريطاني. تمام يا مستر. وانتشار كده كده الامراض بسبب اللي عمله في يافا، مذبحه مين؟ يافا. طب اهتم الفاطميين ببناء جيش واسطول قوي. ليه الفاطميين عملوا جيش واسطول قوي؟ والله يا مستر الجيش والاسطول، هو الجيش هدفه ايه؟ الجيش هدفه بيحمي الحدود، ويعمل ايه تاني؟ فتوحات. طب في حدود مؤمنه وفي فتوحات، يبقى كده دولتك هيبقى فيها ازدهار وامن ومين؟ امان. يبقى حمايه، فتح، امن، امان. طب تزداد الهجره الوافده لقاره اوروبا. اوروبا ليه كل واحد حلمه يروح اوروبا؟ والله يا عم عشان فيها فرص عمل، فيها فلوس. تمام. طب وايه تاني؟ قال لك تعليم. طب ايه تاني؟ قال لك انا هربان من حاجه ونصايب عاملها، فهناك بيعملوا حاجه اسمها لجوء سياسي. يبقى اوروبا ليه الناس بيروحوا فيها كتير؟ قال لك لعمل وتعليم وامن اللاجئين. طب مستر انخفاض وندره الكثافه السكانيه. ليه الكثافه السكانيه بتقل؟ فين؟ في شبه الجزيره العربيه. والله شبه الجزيره العربيه دي يا مستر عشان مناطق حر. طب والمناطق الشماليه؟ قال لك عشان دي مناطق بارده. تمام يا مستر. يبقى هنا يعتبر 2 في 1. يبقى بسبب الجفاف وندره المياه والحراره المرتفعه دي في شبه الجزيره العربيه. طب البروده والتجمد دي في المناطق الشماليه. افهم ركز. اهميه انشاء المنظمات الاقليميه والاتحادات الدوليه. منظمه اقليميه يعني فيها اكتر من دوله. هي كده بتعمل ايه؟ بتعزز ايه؟ التعاون والمشاركه والتنميه. يبقى هدف المنظمات الاقليميه. تمام. ايه دورها؟ قال لك والله المنظمات الاقليميه والاتحادات بتحقق مين؟ بتعزز مين يا مستر؟ المصالح المشتركه، وبتحقق التنميه والسلام، وتعمل رؤيه للاجيال القادمه. استمرار انخفاض معدل المواليد في قاره اوروبا. تمام. بسبب ليه؟ ايه اللي خلى المواليد اقل من الوفيات في قاره اوروبا؟ قال لك والله يا عم تاخير سن الزواج وارتفاع التعليم. البنات هناك بتتجوز في سن كبير، وهناك بتقول لك لا انا عايزه اتعلم اهتم بالتعليم، فتيجي تلاقيها مثلا هتتجوز على 30 او اكتر. تمام. طب وايه تاني يا مستر؟ ومشاركه المراه في العمل، وبيفضلوا الاسره الصغيره ان هي يبقى فيه ايه؟ تخلف 1 بالكتير 2 بالكتير. يبقى انت سبب انخفاض المواليد تاخر الزواج، وارتفاع التعليم، وارتفاع سوق العمل، وتفضيل اسر صغيره. وجود تيارات هجرة إلى قارة آسيا خاصة لدول الخليج شبه أوروبا، بس فين؟ في فرص العمل. يبقى الناس دي رايحة تشتغل عايزة تاكل إيه؟ عيش، فرص عمل. تزداد نسبة الإناث عن الذكور في قارة أوروبا، لسه قايلينها بسبب الحرب العالمية. تتسم قاعدة الهرم السكاني بقارتي آسيا وأوروبا بالضيق. ليه قاعدة تحت ضيقة؟ مش متسعة شبه قارة مين؟ لو انتوا فاكرين افريقيا كانت واسعة بسبب زيادة صغار السن. يبقى بسبب هنا ايه؟ انخفاض معدلات صغار السن والمواليد. انفصال باكستان الشرقية عن بنجلاديش الحالية. السؤال ده اتذكر كتير جدا جدا جدا. ليه؟ عشان باكستان جت تفرض لغة اسمها اللغة الأردية. فمين زعلت؟ باكستان الشرقية قالت لك لا أنا مش موافقة، أنا هنفصل. انتشار عديد من الأمراض. في امراض كتير انتشرت في اسيا بسبب ايه؟ ايه اللي يخلي المرض يزيد؟ والله يا عم الناس فقيره يبقى فقر. طب انت فقير هتلاقي تاكل؟ قال لك لا، فقير وسوء تغذيه والصحه مش احسن حاجه. تمام. والحروب والصراعات. يبقى يلا كده مع بعض، الامراض انتشرت ليه؟ فقر. يبقى مش هتلاقي ايه؟ تاكل. والبنيه التحتيه والصحيه عندك
مش كويسه، رايحه في داهيه. طب والحروب والصراعات. مستر 19 رغبه المغول في السيطره على مصر بعد سقوط بلاد الشام. خلاص عشان مصر هي النهايه، تمام، هي الليفل الاخير، لو هزمتها كده خلاص، تمام، عشان مصر هي القوه الوحيده المتبقيه وبتهدد امن المغول. وكمان موقعها الممتاز وفيها كل المسلمين الهاربين، وكمان بتتحكم في التجاره وهي بوابه لشمال افريقيا والتحكم في العالم. يبقى هي القوه المتبقيه وبها كل المسلمين، موقعها المتميز فبيديها اهميه اقتصاديه يعني فلوس، والبوابه عشان المغول ما بتشبعش، عايزه تحتل العالم كله للسيطره على شمال افريقيا والعالم. ازدهرت التجاره بمصر في العهد عمرو بن العاص. التجاره انا قلت لك كذا مره ان هي مرتبطه بالزراعه، عندك زراعه يبقى عندك صناعه يبقى عندك تجاره. والنقل والمواصلات، هو عمل حاجه في الطرق والمواصلات، قال لك قعد حفر خليج اسمه مين؟ امير المؤمنين. يبقى ازدهار الزراعه والصناعه وعاد حفر خليج امير المؤمنين اللي ربط مين؟ ربط مصر ببلاد الحجاز. ظهرت الدول المستقلة في مصر في العصر العباسي الثاني. ليه الدول ظهرت في العصر ده ما ظهرتش في العصر العباسي الأول؟ عشان خلفاء العصر الأول كانوا أقوياء، يبقى بسبب ضعف الخلفاء، يبقى ضعف الخلفاء دي رقم واحد، وبعد مصر عن مقر الخلافة، بس الأساس ضعف الخلفاء. ما أنت في العصر الأول كانت مصر برضه بعيدة، تمام، ولا جت مصر اتحركت في العصر الثاني؟ يبقى بسبب ضعف الخلفاء وبعد عن مقر الإيه؟ الخلافة. اتجهت أنظار الدولة الفاطمية لمصر. ليه؟ كله عايز ياخد مصر. ليه الفاطميين عايزين ياخدوا مصر؟ لسه قايل لك حتى المغول جايين عشان موقعها المتميز، يبقى موقع المتميز. وايه تاني؟ قريبه من الشام والحجاز. طب وايه تاني؟ وفيها خير، فيها ثروات. تمام يا مستر. لذلك مصر مهمه او قابله ان هي تعمل مين؟ خلافه تنافس الخلافه العباسيه. اهتمام الدولة الطولونية بزراعة أشجار الغابات. ليه الفاطميين زرعوا الغابات في مصر؟ وطنوا زراعة أخشاب الغابات. عشان حضرتك يا مستر ده احنا حتى في أولى إعدادي عندنا نقص في الأخشاب، فهم عايزين الأخشاب دي عشان يعملوا بيها مين؟ سفن، يبقى لإقامة سفن يا إما حربية يا إما تجارية. ودي كانت حاجة مهمة جدا. ضعفت المقاومة الإسلامية في الحملة الصليبية الأولى. أكيد عشان إيه؟ ضعف الخلافة العباسية تفككها ان هي اصلا مش قادره تسيطر على الولايات بتاعتها. طب كان في مين تاني؟ وضعف الخلافه الفاطميه في مصر. تدهور احوال مصر اقتصاديا اواخر عصر المماليك. ليه مصر تعبت اقتصاديا في اواخر عصر المماليك؟ اول حاجه بسبب ان التجاره اتحولت من الشرق الى الغرب. لما البرتغال اكتشفوا طريق اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. تمام يا مستر، يبقى الكشوفات الجغرافيه. أهمية تجارة الخدمات التجارية الدولية. إيه أهمية التجارة دي؟ تمام؟ يجي هنا يقول لك أهمية تجارة الخدمات التجارية الدولية. إيه النتائج المترتبة يا مستر؟ تمام يا مستر، أهمية تجارة الخدمات دي ساعدت في تحسين الإنتاج المحلي. يبقى تجارة الخدمات مهمة في إيه؟ تحسين الإنتاج المحلي. تعد مدينة البتراء واحدة من أشهر المواقع التراث التاريخي. مدينة البتراء دي من أشهر مواقع التراث التاريخي في الأردن وغرب آسيا. قال لك عشان مدينة البتراء دي مدينة قديمة بتعود إلى إيه؟ ما قبل التاريخ. طب مقسمة لإيه؟ لقسمين، نصين، نصف اتشيد ونص تاني تم حفره داخل الجبال. طب وإيه؟ واتأثرت بالعادات الشرقية والعادات الغربية اليونانية. يبقى هي متقسمه لنصفين، مدينه قديمه تعود لعصور ما قبل التاريخ، نص اتشيد ونص اتحفر. طيب يا مستر، ليها تقاليد شرقيه وليها تاثيرات يونانيه يعني غربيه. طب مستر، ما نتائج انخفاض معدلات النمو السكاني وارتفاع نسبه كبار السن في قاره اوروبا؟ ايه اللي نتج على انخفاض النمو السكاني؟ طب النمو السكاني قليل، يبقى العمل هيبقى ايه؟ عدد السكان في سن العمل هي ايه؟ تناقص، يبقى ادى الى تناقص على عدد السكان في سن العمل ونقص الايدي الايه؟ العامله. عشان كده بدات اوروبا تتخذ عده اجراءات اللي هي مين؟ تنميه اقتصاديه وترفع التكنولوجيه. طب وعملت ايه تاني يا مستر؟ السؤال ده مهم جدا. يبقى
نتيجة انخفاض النمو السكاني أدى إلى مين يا مستر؟ أدى إلى قلة سن العمل، الناس اللي هتيجي تشتغل قليلة. تمام، فعشان كده اعتمدت على التكنولوجيا. تمام، يبقى الاعتماد على التكنولوجيا ورفعت سن التقاعد زي فرنسا، وهتشجع ايه؟ الهجرة، وهتدي مكافأة للي ينجب. يلا يا عم، هتنجب 2 هتاخد $2000، 3 يلا احنا قاعدين في سوق كده. مستر، ازدياد اعداد السياح في المدن الاوروبيه الكبرى. ليه اعداد السياح بيزيد في المدن الاوروبيه الكبرى؟ قال لك ادى الى ايه؟ ادى الى ارتفاع الايه؟ ارتفاع الانبعاثات الكربونيه. يعني تخيل كده، كل ما السياح يزيد تخيل كل واحد فيهم مولع سيجاره، يبقى الدخان ونسبه الدخان والانبعاثات الكربونيه هتبقى ايه؟ كتير جدا. تمام، وكده هيؤدي لايه؟ للضغط على الموارد والخدمات. يبقى نتيجة زيادة السياح يا مستر التلوث هيزيد. تمام يا مستر. طب وايه؟ هيحصل ازدحام وهيحصل ضغط كبير على الخدمات. ضعف الخلافة العباسية. ايه اللي نتج على ضعف الخلافة العباسية في العصر الثاني؟ لسه قايلينها بما تفسر تأسيس الدول المستقلة. اطلاق نظام التأشيرة الإلكترونية. ليه نظام التأشيرة الإلكترونية ده اتعمل زي الإمارات وتركيا؟ عشان يسهل إجراءات السياحة وما يعملش ازدحام. توفر الخدمات الحديدية. ايه النتائج المترتبة على توفر خامات الحديد؟ تمام، انت عندك خامات حديد في منطقة اللورين، عندك خامات حديد، هيبقى عندك صناعة ايه؟ الحديد والصلب. تمام يا مستر، في منطقة اللورين، وقيام صناعات تانية ايه؟ الحديدية والرواسب البوتاسيوم والاملاح. هيبقى عندك الصناعات الكيماويه دي 2 في 1. يبقى هنا لو قال لك الحديد هتبقى تقول له حديد وصلب. رواسب الاملاح صناعات كيماويه. هزيمه طومان باي. تمام، ايه النتائج لما طومان باي اتهزم؟ قال لك والله العثمانيين انتصروا ودخلوا القاهره وبعدها قبضوا عليه واعدموه، ومصر اصبحت ولايه. بعد ما كانت دوله بقت ولايه تابعه لدوله اسمها الدوله العثمانيه. طب ليه صلاح الدين الايوبي عقد صلح الرمله؟ قال لك والله، او ايه النتائج بتاعته؟ قال لك والله النتائج بتاعته ان بيت المقدس هيبقى في ايد المسلمين، وبعض المدن الساحليه من سور الى يافا في ايد الصليبيين. يبقى مقدس مسلمين، يافا سور صليبيين. مقدس مسلمين، يافا سور مين؟ صليبيين. طب انا عايز اجي احج البيت المقدس. تعالى يا عم حج براحتك، مش هقول لك حاجه. يبقى حق تأدية الحج. زياده النمو السكاني وارتفاع الكثافه السكانيه بقاره اسيا. النمو السكاني والكثافه السكانيه على قد ليه؟ ضغط على الموارد والخدمات، نقص في كل حاجه، نقص في الغذاء، نقص في الماء، نقص في الموارد. كل ده هيحصل. تمام يا مستر. وهيحصل عندك مين يا مستر؟ هجره. يبقى ادى الى زياده الطلب على المياه العذبه. يبقى المياه العذبه نقصت، وزياده الطلب على الغذاء والسكن، مش لاقيين ولا اكل ولا ايه؟ سكن. والطاقه. طب كل ده قال لك هنعمل هجره. توليه الظاهر بيبرس حكم مصر. تمام، ايه النتائج لما بيبرس مسك حكم مصر؟ قال لك عمل مهم جدا، وهو احيا الخلافه اللي كان دمرها المغول، اللي هي الخلافه مين؟ العباسيه في القاهره، وعمل مسجد ومدرسه على اسمه. مرور قاره اسيا بالمرحله الثالثه. تمام، ايه النتائج؟ طب قاره اسيا الزياده الطبيعيه مرتفعه، اللي هي دخلت الثالثه، انخفاض. يبقى انخفاض الزياده الايه؟ الطبيعيه. توفر التربه الخصبه في جزيره جاوا. لسه قايل لك يا مستر في اسئله الخريطه، التربه اللي في جزيره جاوا دي خلت ايه؟ قال لك خلت عندك زياده السكان. طب بعدها زياده الطلب على الغذاء والمسكن ببعض دول قارتي اسيا واوروبا. ترتب على ايه؟ الغذاء والمسكن. هيحصل ايه؟ توسع. انا عايز غذاء، يبقى الاراضي ايه؟ هتزيد، التوسع الزراعي. وكمان توسع، انت عايز مسكن، يبقى توسع مين؟ عمراني، على حساب الغابات والمراعي، والحيوانات تموت وتنقرض. طب مستر، زيادة الطلب على الطاقة الإحفورية. تمام، انت بتستخدم طاقة إحفورية كتير، تستخدم فحم وبترول والحاجات دي كتير. هيحصل ايه؟ تلوث وانبعاث حراري، يبقى حدوث التلوث والانبعاثات. تمثل نسبة فئة سن العمل بقارتي آسيا وأوروبا نحو
ثلثي. انت عندك فئه سن العمل كتير، يبقى انت كده هيبقى عندك قوه اقتصاديه. يبقى امتلاك القارتين قوه اقتصاديه، قوه عامله تقدر تشتغل في اكتر من مجال. سعي دول قارتي اسيا واوروبا المستمر للاهتمام بفئه كبار السن. ايه النتائج ان هم بيهتموا بفئه كبار السن؟ مهم السؤال ده. النتائج ان هم بيهتموا بيهم عملهم الاقتصاد الفضي عشان يحافظ عليهم. لما عمرو بن العاص فتح مصر كده ايه؟ مصر تحولت من ايه لايه؟ من ولايه بيزنطيه مضطهده الى ولايه اسلاميه يسود فيها العدل والمساواه، واصبح عمرو بن العاص اول والي على مصر. اهتمام الدوله الفاطميه بالعلم والعلماء. ايه النتائج ان الدوله الفاطميه مهتمه بالعلم والعلماء؟ يبقى مصر كده مكانتها العلميه ايه؟ هتزيد، وهتبقى بمثابه جامعه لنشر العلم. يبقى اصبحت مصر جامعه علميه وفكريه وادبيه ياتي اليها كل من يريد ان يقتبس العلم. الحمله الصليبيه الاولى على بلاد الشام نجحت في تكوين 3 إمارات ومملكة: أرها، طرابلس، أنطاكيا، ومملكة بيت المقدس لأهميتها الدينية. غنى منطقة القوقاز بالبترول. تمام. إيه النتائج المترتبة؟ إن أنت عندك في القوقاز بترول، عندك بترول يبقى في صناعات قائمة على البترول زي البترول والبتروكيماويات، يبقى تكرير البترول والبتروكيماويات. طيب يا مستر، كثرة المواد المعدنية. طب انت عندك مواد معدنيه، تمام، بمنطقه جبال الاورال مواد معدنيه، هيبقى في صناعات قائمه على المعادن، تمام، صناعات هندسيه، الكترونات حربيه، يبقى هندسه الكترونات حربيه. نجاح الاتحاد الاوروبي ان هو اصدر عمله واحده اسمها اليورو، ده حقق ايه؟ عمله واحده، يبقى حقق وحده اقتصاديه. معركة مرجدابئ في الشام، طبعا الشام سقطت وانتصر العثمانيين، وولاه الشام راحوا يبوسوا ايد العثمانيين، تمام، واصبحت الشام ولاية عثمانية. يبقى خلاص يا مستر، المماليك اتهزموا ودول انتصروا، وسليم دخل مدينة حلب بدون مقاومة، وبعدها استولى على المدن الساحلية، وبعدها أمراء الشام جم يبوسوا الأيادي. طيب يا مستر، ضم السلطان العثماني سليم الحجاز. لما ضم الحجاز أصبح حامي الحرمين. طب لما ضم اليمن اتحكم كده في معظم البحر مين؟ الأحمر. سياسة العزلة اللي فرضتها، انت ناس حبساك قافلة عليك، مش بتخليك تفكر، مش بتخليك تشوف حد. فسياسة العزلة دي عملت ايه؟ قال لك رجعت مصر سنين ورا قدام. طب عملت ايه كده يا مستر؟ قال لك ادت الى تدهور في النهضة العلمية واقتصار التعليم على العلوم الشرعية. طب اجي اشوف علوم طبيعية يا مستر، رياضة وكيمياء والحاجات دي وفلك، يقول لك لا حرام. تمام يا مستر. طب معركة إمبابة شبه الجردانية، ليه؟ عشان إمبابة بعدها نابليون قدر إن هو يدخل القاهرة. طيب الجردانية بعدها السلطان سليم قدر إن هو يدخل القاهرة، فشبههم ببعض، الاتنين معارك حاسمة. تمام يا مستر. يبقى نتائجها فر مراد طلع رجلي الصعيد، وهيما والولي راحوا فين؟ قال لك راحوا الشام، ودخل مين؟ نابليون القاهرة. طب لما الأسطول الفرنسي اتدمر، ايه اللي حصل؟ الاسطول الفرنسي اتدمر كده، الامدادات والمساعدات انقطعت خلاص. بين مين؟ بين الحمله الفرنسيه في مصر وما بين مين؟ وما بين فرنسا. فاللي هيجي يعدي من هنا هنلاقي اسطول بريطاني، فطبعا كده مفيش امدادات. طبعا كده فرنسا الفكره اللي كانت جايه ان هي تعمل امبراطوريه في البحر المتوسط والشرق خلاص انساها، اتدمرت بمعركه ابيقيق البحريه، معركه مهمه جدا جدا. يبقى انقطاع الاتصال وحرمانها من الامدادات، وفرضوا الضرائب على مصر بقى. ثورة القاهرة الثانية نتائجها ايه؟ هو سواء الاولى او الثانية عملونا بقسوة وهدموا وفرضوا ضرائب. يبقى هنا ايه يا مستر؟ اخماد الثورة، وهدموا الكثير من المباني، وفرضوا المزيد من الضرائب. يعني انا دافع، انت بتدفع جنيه، لا خليهم 10 جنيه، فرضوا المزيد من الضرائب. قيام نابليون بحملته على الشام، ايه النتائج المترتبه؟ الحمله نجحت ولا فشلت؟ قلنا فشلت عشان فشلت في دخول مين؟ عكا، ورجع تاني لمصر. 8 دلل على صحه كل من العبارات الاتيه. معلش نشد كده حيلنا مع بعض بجد، قسما بالله بالمراجعه دي الامتحان مش هيطلع براها. مستر، دلل على صحه العباره: ازدهار الحياه الاقتصاديه في مصر في العصر
الدولة الطولونية. ليه الحياة الاقتصادية ازدهرت؟ طب أساس الاقتصادي الزراعة، تمام؟ يبقى بسبب الاهتمام بالزراعة والصناعة، والضرائب هيزودوها ولا يقللوها؟ وقلة الضرائب. يبقى بسبب يا مستر مين؟ الاهتمام بمين؟ بالزراعة. وقلة مين؟ وإلغاء الضرائب. طب الزراعة تجيب صناعة زي النسيج والأسلحة وغيرها وغيرها. طب بعدها هيبقى عندك تجارة. يبقى انت يا مستر ليه الاقتصاد كان شاطر في عصر الدولة الطولونية؟ حضرتك قلت لي زراعة صناعة تجارة، اهتموا بالزراعة، اهتموا بالصناعة زي النسيج والحاجات الحربية. تمام، كانت أهم مدينة اللي موجودة فوق اسكندرية ودمياط. طب كده هيعملوا ايه؟ هيسيبوا الحاجات دي تبوظ؟ قال لك والتجارة. كانت الحملة الفرنسية آثار علمية وفكرية مهمة. سؤال مهم جدا، الحملة الفرنسية سابت بصمة، آثار علمية وفكرية لينا، ساهمت في حدوث تقدم في مصر. يا مستر ساهمت في حدوث تقدم في مصر، وساهمت في اكتشاف مصر العالم الخارجي. طب ايه يا مستر الآثار اللي عملوها؟ قال لك والله يا عم عملوا لنا 4 حاجات. لما يجي يقول لك آثار علمية وفكرية: تأليف كتاب وصف مصر، وده موسوعة علمية، ومحاولة ربط البحرين، وكشف رموز حجر رشيد، وعملوا حاجة اسمها المجمع العلمي. يبقى عملوا المجمع العلمي ليه؟ مجمع علمي، يبقى نشر العلم والمعرفة. ركز المادة دي تفهمها أكتر ما تحفظها، تفهمها في جيبك. مستر تأليف موسوعة مين؟ وصف مصر، كتاب بيوضح كل جغرافية مصر في جميع المجالات. وفك رموز حجر رشيد، وده اللي عرفنا اللغة القديمة المصرية. ومحاولة ربط مين؟ البحرين اللي هي قناة السويس، وفشلت بسبب خطأ في الحسابات. اهتم المسلمين بعد فتح مصر بالعمارة. المسلمين لما فتحوا مصر اهتموا بالعمارة. طب دلل. عمارة يعني هيبنوا ايه؟ ممكن هيبنوا مساجد، ممكن هيبنوا مدن. يا مستر بنوا مدن جديدة زي حلوان والفسطاط وجامع عمرو مين؟ ابن العاص. مرت العلاقة العثمانية التركية بعدة مراحل. يا مستر هو كان في مراحل قبلها؟ يا حبيبي عشان المماليك الاول كانوا اقوياء، فمرت ب3 مراحل. ده قوي وده قوي، تبقى العلاقه ما بينهم ايه؟ وديه، يبقى ود. طب العثمانيين شافوا نفسهم شويه كده وتوسعوا، تمام؟ فالمماليك حسوا ان هم بينافسوهم، تنافس ثم صدام. العثمانيين شافوا قوتهم خلاص والمماليك بينتهوا، قال لك نكمل ونقضي عليهم وناخد مصر. يبقى كانت الاولى ايه؟ وديه. البداية العثمانيين بيعتبروا المماليك هم دول رقم 1، هم الزعماء، بالدليل ان هم ساعدوهم في حروبهم ضد مين؟ البرتغال. طب مستر والمماليك كانت بتبادلهم نفس الشعور، احتفلوا بانتصار العثمانيين والقسطنطينية وقال لك ده نصر للمسلمين. طب بعدها قال لك بعدها تنافس. طب بعدها اخر حاجة صدام، بسبب الحجة ان العثمانيين قالوا لك ان انتوا رفضتوا تساهموا في محاربة مين؟ الصفويين، ودي حجة. ضعف سلطة الوالي العثماني في مصر، تمام؟ ليه سلطته ضعيفة؟ تمام؟ ليه؟ ايه اللي خلى سلطة الوالي ده ضعيف؟ قال لك والله انا حكمي يا عم قليل، من سنة ل3 سنين، فمش هلحق اعمل حاجة، وفي ناس تانية بتنافسني اللي هي مين؟ الديوان والحامية والمماليك. فازاي سلطتي؟ ازاي اللي يبقى ليا سلطة؟ تمام؟ يبقى انت عندك بسبب قصر وتنافس. قصر ومين؟ تنافس. تنافسوا مع مين؟ ديوان، حامية، ومماليك. اتخذ سيف الدين قطز العديد من الإجراءات لحماية مصر من خطر المغول. قطز ما حاربش كده على طول، ما قالش يلا بينا يلا يا جماعة، لا، قطز خد بالأسباب، اجتهد زي ما انت بتجتهد دلوقتي وبتسمعني وبتكتب كل حاجة بنقولها، تمام؟ وخد بالأسباب. عملت ايه يا قطز؟ قال لك يا عم الحاج قم بعزل مين؟ قال لك عزل منصور. ده انت صغير، انت عيل صغير يا منصور يا علي. وتامن حاجة عمل ايه؟ قال لك دعا المماليك الهاربين. قال لك تعالوا يا جماعة خلاص هنصلح ما بيننا، ننسى الخلافات عشان نقضي على العدو. يبقى عفى عن المماليك الهاربين في بلاد الشام عشان يوحد المسلمين. طب وعمل ايه؟ عمل اجتماع ما بين المماليك والعلماء. ليه المماليك والعلماء؟ عشان ينشروا الخطب الدينية، تمام؟ ويرفعوا روحنا المعنوية. احنا بنحارب المغول، تمام؟ احنا بننصر الإسلام، يبقى رفع الروح المعنوية وجمع الأموال. احنا عايزين الفلوس عشان نجهز الجيش، سلاح ومؤن، وتوفير الأمن والسلام والاستقرار.
طب مستر مهم جدا السؤال ده، افهم هتجاوب، مش هتفهم صدقني والله ما هتعرف تجاوب. مستر تعدد مجالات عمل رابطة دول جنوب شرق آسيا اللي هي مين؟ آسيان. بناء مين؟ ما هي رابطة دول، فعايزين يعملوا ايه؟ هوية ثقافية واحدة، ترسيخ، يبقى هوية إقليمية مشتركة. تمام، هويتنا تاريخنا يبقى واحد. طب هوية واحدة يبقى كده المواطنة العالمية، ان المواطنين بتوعنا كلهم يتعاملوا معاملة ايه؟ واحدة. طب خلاص انت كده في المواطنين والهوية وفي الثقافة. طب في الاقتصاد قلت لك والله يا عم هيهتموا بالتجارة وإلغاء كافة القيود التجارية. طيب بعدها نشر السلام ازاي؟ عن طريق ان انت تحل النزاعات بطرق سلمية وما يبقاش فيه طاقة نووية، أسلحة نووية. طيب يا حبايبي عندي تامن حاجة ايه؟ التنوع. مين؟ التنوع اللغوي بقارتي آسيا وأوروبا. تمام، دلل اثبت لي ان في تنوع لغوي. حضرتك والله قلت لي قارة آسيا بتضم ثلث لغات العالم، تلت لغات العالم. تمام، كتير جدا، 2300 لغة. تمام يا مستر، فكده في تنوع لغوي كبير. وتضم قارة أوروبا. تضم قارة أوروبا ايه؟ قال لك أوروبا لغات عالمية، تأثير عالمي، إنجليزية، فرنسية، أسبانية، إيطالية، دي لغات ليها تأثير كبير. يبقى أنت دلوقتي يا مستر عندي قال لك في تغيير لغوي أو التنوع اللغوي، هتقول له إيه؟ آسيا فيها ثلث إجمالي اللغات. طيب يا مستر أوروبا فيها لغات عالمية، وتدي له أمثلة زي الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية وغيرها. ما العلاقة؟ سؤال ما العلاقة ده من أسهل الأسئلة وأجمل الأسئلة في الامتحان. ازاي يا مستر؟ ما العلاقة؟ حاجة ليها سبب بحاجة، حاجة تسببت بحاجة. طب تعالى نشوف أول سؤال، حجر رشيد والحضارة المصرية. أنا لسه قايل لك شامبليون اللي فك رموز حجر رشيد ده كان سبب في معرفة الكتابة المصرية، إن أنا أعرف حضارة مصر. يبقى حجر رشيد لما فكيته عرفت الحضارة المصرية، عملت إنجازات تاريخية وحضارية. إنشاء نابليون الدواوين. انشاء نابليون الدواوين، هي الدواوين دي اصلا كانت لهدف مين؟ كانت لهدف مصر ولا فرنسا؟ لا، كانت لهدف فرنسا. بس علمتنا ايه يا مستر؟ علمتنا الاستشاره، علمتنا ان احنا ازاي نسمع، ان احنا ازاي نخطط. يبقى الدواوين دي كانت ايجابيه لينا، زودت الوعي السياسي. يبقى قيام نابليون بضم مين؟ العلماء والاعيان. طب العلماء والاعيان لما انضموا قال لك ايه؟ نبهتنا لفكره المشاركه في الحكم. مشاركه في الحكم يعني وعي سياسي. طب قبل كده ما كناش بنشارك في الحكم؟ لا، احنا قبل كده جاي مسكنا المماليك، والمماليك العثمانيين، والعثمانيين المماليك. تمام، كله جاي يمسك ده من ده وده من ده. لما جينا قلنا مين؟ حركه علي بيك الكبير، واحنا بسم الله ما شاء الله في ميه الخلاط مش عارفين حاجه، لحد ما جالنا مين؟ الحاج مين؟ نابليون. قال لك ايه؟ اعمل دواوين. فانا بجد والله شارك في الحكم، شارك في الحكم. الدليل ان احنا بعدها اخترنا مين؟ اخترنا محمد علي، احنا اللي اخترناه. الاستقرار السياسي واعداد السياح في القارات المختلفه. تخيل انت كده عندك استقرار سياسي. استقرار سياسي يعني مفيش حروب، مفيش قلق. تيجي انت يا حبيبي او انت يا حبيبتي تيجي تطلعي مثلا تتفسحي او تسافري دوله من الدول وتعرفي ان فيها حرب، هتروحي؟ لا يا مستر. طب لو الدوله دي كويسه وامن وامان زي مصر، ربنا يحفظ علينا النعمه دي، ده هيؤدي الى ايه؟ يحدث استقرار. تمام، طب الاستقرار والامن هيجذب السياح، هيزود عدد مين؟ السياح. طب مستر والعكس صحيح، الصناعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أنا قلت لك من شوية إن الصناعة هي إيه؟ المحرك الأساسي في تطبيق التنمية مين؟ المستدامة. رقم واحد عشان يبقى عندي تنمية مستدامة أشتغل بمين؟ بالصناعة. ويا سلام بقى لما أعتمد على الطاقة مين؟ المتجددة. مستر المناخ وإنتاج بعض المحاصيل الزراعية في قارة أوروبا. إيه العلاقة بين المناخ وبعض المحاصيل الزراعية في قارة أوروبا؟ المناخ حضرتك قلت لي قبل كده إن مناخ أوروبا معتدل شمالي. طب المعتدل الشمالي ده في حاجات هتتزرع فيه وفي حاجات مش هتتزرع فيه. كل المحاصيل المدارية الحارة مش هتتزرع فيه. طب المعتدل الشمالي البارد ده بيناسب مين؟ بيناسب بعض المحاصيل زي القمح والشليم. طب مستر والبنجر، يبقى قمح ومين؟ وشليم وبنجر. يبقى دي محاصيل مين؟ معتدلة باردة.
قمح والشلم والبنجر. تمام؟ افتكروا بالشلم. تمام؟ ولا يناسب زراعة المحاصيل المدارية الحارة. طب حارة زي ايه؟ حارة زي المحاصيل المكيفات. تمام؟ محاصيل ذات طبيعة خاصة اللي هي بن وكاكاو وشاي وبطاطا وقصب السكر وغيرها وغيرها. مستر، الاتحادات الدولية وتحقيق السلام والتنمية. بص يا حبيبي، انت في اتحادات دولية، ايه العلاقة بين الاتحادات الدولية والأمن والسلام؟ ما انت لسه الإجابة فيه، ما انت في اتحاد يعني في تعاون، يعني في مصالح مشتركة. هيبقى في صراعات؟ لا خلاص مش هيبقى في صراعات، هنتغاضى عن الخطأ عشان خاطر للأسف ايه؟ في مصلحة. تمام؟ يبقى انت توفي من التعاون وتحقيق أهداف مشتركة، فكل ده هيبقى عندك أمن ومين؟ وسلام. اللغة والهوية الثقافية، اللغة والحفاظ على الهوية الثقافية. دلل، هي اللغة ساهمت في وحدة الثقافة؟ اللغة ساهمت في وحدة الثقافة. ده لمين ده يا مستر؟ ده للدول العربية. زي مين؟ الدول العربية اللي بيوحدنا دلوقتي توحيد ايه؟ لغوي وتوحيد ديني. وقوع مصر تحت الحكم العثماني ونظام القضاء بها. تمام؟ ايه العلاقة بين ان مصر لما بقت عثمانية ونظام القضاء بها؟ بيقول لك اول ما مصر وقعت تحت الحكم العثماني جينا لقينا العثمانيين قضوا على المذاهب الاربعه، الحنيفيه والمالكه وغيرها وغيرها وغيرها. تمام؟ يبقى قضوا على المذاهب الايه؟ الاربعه، وجعلوا تمام الامور الشرعيه بيد قاضي واحد من القضاه الاتراك. طب القاضي ده موجود فين؟ في العاصمه الاستانه. طب مين اللي الغى الكلام ده؟ نابليون، لما جاء الغى نظام القضاء الاتراك وخلاه للمصريين. ماذا يحدث اذا نجح نابليون في اقتحام مدينه عكا؟ ايه اللي يحصل لو نابليون نجح في عكا؟ كان نجح في الشام يا مصر. انتصر المماليك على العثمانيين في معركه الريدانيه. لو المماليك هم اللي انتصروا، يبقى كده مصر كانت تبقى ولايه عثمانيه؟ لا يا مصر. يبقى كده طومان باي كان هيموت؟ لا يا مصر. يبقى لم تنتهي دوله المماليك، وما كانش هيتعدم طومان باي. استمرار حكم مصر في يد السلطان المملوكي المنصور علي. تخيلوا كده ان مصر كانت تابعه او تحت قياده المنصور علي واحنا بنحارب المغول. تخيل، كنا هنشوف مهزله. تمام؟ خلاص، يبقى من الممكن ان تتعرض لمصر لهزيمه قاسيه، ان هو اصلا مش قادر يمسك الدوله ومش هيقدر يواجه المشكله. كان ممكن يشوف المغول جايين يطلع يجري. طب مستر، ارتفاع معدل المواليد عن معدل الوفيات بقارة أوروبا. هو معدل المواليد عن الوفيات أكتر؟ لا يا مستر، ده العكس. أنا بقول لك ماذا يحدث؟ ماذا يحدث يعني إيه؟ إيه اللي يحصل؟ بس كل السبب عكس الإجابة اللي عندك. لم تعاني أوروبا من مشكلة نقص سكاني، وما كانتش هتلجأ إن هي تعتمد على الهجرة الخارجية ليها، الوافدة يعني جاية. لم يتم إنشاء مجلس التعاون الخليجي. لو ما كانش مجلس التعاون الخليجي ده اتعمل، يبقى كده ما كانش هيتم ايه؟ تعاون. ما كانش فيه تعاون ولا تكامل بين دول الخليج في العديد من المجالات. مستر، اخر حاجه عندي بقى ايه؟ قارن بين معركه حطين ومعركه عين جالوت، بين الاطراف والاسباب والنتائج. حبيبي، معركه حطين مسلمين وصليبيين. طب عين جالوت مسلمين ومغول، يبقى المسلمين ثابتين في الاثنين. تمام؟ حطين صليبيين ومغول، وعين جالوت مغول. طب وقعت في عصر مين؟ حطين ايوبيه، القائد عندي صلاح الدين. طب عين جالوت مملوكيه، القائد عندي سيف الدين. تمام يا مستر. طيب الاسباب، لو قلنا معركه عين جالوت عشان قطز رفض التسليم، قال لك مش هسلم، احارب لحد اخر راجل عندي. تمام يا مستر. طب هنا اسبابها كتير. ان جالنا حاكم اسمه ارناط، حاكم القرق، عمل ايه؟ قال لك خرق الهدنه لما استولى على التجار والحجاج. يبقى جالنا ارناط حاكم حصن القرق، عمل ايه؟ خرق الهدنه اللي كانت مع بلدوين لما فرض الاتاوات واستولى على القوافل والحجاج. لا كمان ده قلبه كده شجعه، قال لك انا اروح اهاجم المدن المقدسه، مكه والمدينه في الحجاز. تمام يا مستر. طيب
صلاح الدين رجع يا ارناط الحاجه اللي انت خدتها، قال له لا مش هرجعها. عشان كده ايه اللي حصل؟ لقينا المواجهه اشتغلت. طب مستر النتائج حطين، مين اللي انتصر؟ المسلمين. ومين اللي اتهزم؟ الصليبيين. ووقوع ملك بيت المقدس والامراء في الاسر. بس صلاح الدين ساب معظم الامراء، بس قتل مين؟ ارناط جزاء لما فعله. طيب يا مستر في معركة عين جالوت جينا لقينا برضه هنا قتل ارناط. طب هنا قتل مين؟ كتبغة قائد مين؟ المغول. طب وبكده نبقى حمينا مين؟ مصر والعالم الاسلامي، وتوحد المسلمين وبقت مصر هي الزعيمة. مستر طب تاني حاجة صلح اسكندرية وصلح الرملة. صلح اسكندرية ده عمرو بن العاص والمقوقس حاكم مصر. طيب صلح الرملة صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد لما فشل يهزمه. طيب الشروط صلح اسكندرية قال لك هدنة لمدة ايه؟ هدنة مدتها أحد ايه؟ 10 شهرا. هدنة مدتها 11 شهر. طب وتاني حاجة في هدنة يبقى في حرب؟ لا مفيش حد هيحارب التاني، مفيش حد يقوم بعمل حربي. طيب الرومان هيمشوا عن طريق مين؟ قال لك يحيل الرومان عن طريق البحر، يمشوا بالبحر بكل أمتعتهم. تمام يا مستر. طب يمشوا ويجوا تاني؟ لا، عدم العودة إلى مصر، عدم العودة إلى مصر. استرداد مين يا مستر؟ أو إن هم يفكروا يستردوها. يبقى أنا كده يا حبايبي الشروط، قلت الشروط إيه؟ الهدنة مدتها 11 شهر. طب وتاني حاجة مفيش حد يهاجم التاني. طيب رحيل الرومان وما يرجعوش تاني. طيب المسلمين بيعتدوا على الأماكن المقدسة؟ قال لك لا ما بيعتدوش، واليهود موجودين في اسكندرية. طيب يا حبيبي صلح الرملة لسه قايلينه من شوية، بيت المقدس مسلمين. طب ساحلية من يافا، تمام، وصور صليبيين، واللي عاوز يجي يحج أو يأدي الحج يجي يتفضل. طيب الخصائص الصحية، الصحة في آسيا وأوروبا. أول حاجة معدلات الأطباء والأمراض. شرق قارة آسيا تتمتع بتفوق في المعدلات العالمية، يعني في شرق آسيا زي اليابان كده وكوريا الجنوبية الطب فيهم أفضل. طيب وسط وجنوب آسيا بتقل فيها المعدلات الطبية. طيب إيه الدليل يا مستر على انتشار الأمراض في قارة آسيا؟ تمام، هتقول أمراض زي مين يا مستر؟ كاف كوليرا والتهاب كبدي وملاريا وإيدز. طيب لو قلنا أوروبا تتمتع دول قارة أوروبا بتقدم طبي، معظم أوروبا فيها رعاية طبية فائقة. طيب برضو فيها انتشار أمراض. طب الأمراض اللي فيها زي مين؟ مرض القلب، وهنا بقى هنلاقي إيه؟ سينات كتير، قلب وإيه؟ قلب أوعية دموية، سرطان، سكري، وتنفس. يبقى هنا عندك كاف وهنا عندك مين؟ سين. طيب يا مستر الزراعة الكثيفة والزراعة الواسعة بقارتي آسيا وأوروبا. أول حاجة الزراعة الكثيفة دي زراعة الأرض أكتر من مرة. زراعة واسعة بتعتمد على التكنولوجيا، تمام، مختلطة ما بين الزراعة وتربية الحيوان كده مع بعض. طب الزراعة الكثيفة تنتشر فين؟ في المناطق المزدحمة. خلاص مناطق مزدحمة يعني فيها عدد سكان كتير، عشان كده الأرض بتزرعها أكتر من مرة. والمناطق السهلية الفردية، وتوجد بمساحات محدودة بقارة مين؟ أوروبا، يعني هي بتنتشر أكتر في آسيا. طيب يا مستر دي خصائصها، قال لك الأرض بتتزرع أكتر من مرة، فالتربة للأسف بتتعرض للإيه؟ للتدهور. طب الزراعة الواسعة تنتشر في مناطق السهول الواسعة مثل دولة مين؟ كازاخستان وأوزباكستان في آسيا. يبقى سهول واسعة كازاخستان وأوزباكستان، وأوكرانيا وروسيا في أوروبا. طب دي بتعتمد على الآلات. تمام يا حبيب قلبي من جوه. طيب آخر حاجة عندي أهداف كل من مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. مجلس التعاون الخليجي موجود فين؟ في الرياض في السعودية. الاتحاد الأوروبي مش لا يعرفها. طيب هدفه إيه؟ هدفه في الاثنين هدفهم تحقيق التكامل والتعاون. يبقى الخليجي تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء والعلاقات في جميع المجالات. طب انت في تكامل وفي تقوية العلاقات،
يبقى كده التقدم العلمي ايه؟ دفع عجلة التقدم العلمي والتقني. وفي مشاركة سياسية لما قلت تبادل الخطط السياسية عشان يواجهوا المشكلات زي الإرهاب. يبقى تحقيق التكامل، تعميق الروابط، وهيعملوا ايه؟ وضع أنظمة متماثلة، تمام؟ ودفع عجلة التقدم العلمي هتدفعها ازاي؟ ان انت تعمل بحوث علمية. طيب أوروبا حرية، يبقى نشر مين؟ حرية. قول حاجات حلوة تبقى صح. حرية، عدل، أمان، مساواة اللي هي حقوق الإنسان، تمام يا مستر. وتأمين الحدود، تأمين الحدود من أي هجمة خارجية. طب أمنوا الحدود من جوه. طب عملوا إيه ما بينهم؟ قال لك ربط مين؟ ربط بالمواصلات. بس كده؟ لا، وربط بالعملة لما عملوا اليورو، يعني تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد، تمام يا مستر. والمساهمة في تحقيق السلام والتنمية. طب انت تحقيق سلام، تنمية وربط اقتصاد، تمام، انت كده بتقضي على ايه؟ انت كده بتقضي على الفقر والبطالة، تمام يا مستر. يبقى احنا كده عرفنا أهمية كل من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج أو دول مجلس التعاون الخليجي. تمام يا حبيب قلبي من جوه. لهنا حبايبي الطلاب نكون انتهينا من شرح المراجعة النهائية، وأتمنى إن احنا نكون استفدنا بحصة النهاردة. وأتمنى إن أنا أشوف أي تعليق عندكم أو أي سؤال أشوفه تحت في التعليقات، وبإذن الله نجاوب عليه مع بعض. أرجو المتابعة والاشتراك في القناة. مستر إبراهيم حسني في دوام ورعاية الله، واشوفكم على خير في ثالثة اعدادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.